بيقولوا ان الواحد بيحلم باخر حاجه شافها قبل ما ينام، بس المره دي صاحبه القصه حلمت بفيلم اجنبي، لا ورعب كمان. بتقول في يوم بنت عمتي فرجتني على فيديو لغزاله ميته بتتحول لزومبي. بصوا هو مبدئيا كده القصه خياليه، فطولوا بالكم معايا كده واسمعوا القصه للاخر. وحرفيا انا وقتها كان عندي 6 أو 7 سنين. المهم انا ما اهتمتش وروحنا البيت وجيت انام وشباك الاوضه كان مفتوح، فبدات اتخيل ان الزومبي بيقطع نفسه بيدخل من فتحات الشباك وبيرجع يلملم نفسه تاني ويجي ياكلني. ده كان تفكيري وقتها، فمحدش يضحك. زي الناس اللي بتخاف تفرد رجليها على السرير عشان ما يجيش وحش من تحت السرير ويشدها من رجليها. ماشي، المهم نكمل. في الاخر نمت وحلمت ان بيتنا اتحول لقصر كبير وفيه ادوار كتيره. كنا انا وامي وبنات خالتي 8 في اعلى دور، وامي قالت لاكبر 3 فينا انزلوا جيبوا كيكه من الدور الاولاني، وهم نزلوا طبيعي بس اتاخروا شويه، فاحنا نزلنا نشوف حصل ايه. والباب كان باب خشب وفي فتحه مربعه كده، بصينا منها ولقينا ظل وحش قاعد يتحول. وهنا الحلم خلص وصحيت من النوم مفزوعه ورحت نمت عند ماما. واليوم التاني لما نمت حلمت ان بيتنا رجع طبيعي، وكنا قاعدين انا واهلي وكل العيله، وفجاه حد خبط على الباب، فخالي قام وقال لنا احنا لازم نفتح يمكن يكون في حد محتاج مساعده. والكل قال له لا، بس هو كان مصر ولقيني في الحلم، فطبعا محدش قدر انه يقوم يوقفه. كنا بس بنصرخ وبنقول له لا ما تفتحش الباب، وهو ما سمعش كلامنا وفتح الباب وهجم عليه زومبي فجاه، والكل بدا يصرخ وانا كنت عايز اهرب، فرحت الحمام كده مش باين قوي في البيت واستخبيت فيه وخلص الحلم. مش عارفه ليه حاسه ان الحلم ده على اجزاء، يوم اول يوم تاني يوم تالت يوم رابع وهكذا. المهم وخلص الحلم ده كده. كان الجزء التاني، ندخل بقى على الجزء التالت. صحيت وانا برضو مفزوعه، وصحيت لقيت نفسي لسه في الحمام، وكنت بحاول اسمع لو في اصوات بره بس ما سمعتش حاجه، فقررت اطلع واشوف حصل ايه. طلعت وما لقيتش حد في البيت، وطلعت بعدها وقعدت اتمشى في الشارع وبرضو ما لقيتش حاجه ولا حتى لقيت زومبي. وكنت ماشيه طبيعي وفجاه لقيت نفسي قدام المصنع اللي في الحته بتاعتنا، ما تسالونيش ازاي. فلما دخلت لقيت المكان مليان زومبي وقعدت احاربهم واقتل فيهم، وصحيت من النوم مفزوعه. وبرضو رحت نمت عند ماما. اليوم الرابع اللي هو يعني الجزء الرابع، حلمت ان صحيت لقيت نفسي لسه بحارب الزومبي، وفجاه وبعد ما كنت هستسلم واتكتروا عليا لقيت 4 اشخاص وكلب جم وبداوا يحاربوا معايا. ويا ترى مين دول؟ ايوه صح، هو الكلب سكوبي دوبي واصحابه، واعتقد ان الكل عارفهم. وفجاه قمت وبقيت احارب معاهم، بس الزومبي بداوا يزيدوا، فقررنا نرجع للعربيه. ولما رحنا لقينا عربيه، عارفين العربيات اللي من غير سقف دي؟ هي دي بقى. وقعدوا ال3 عاقلين قدام، وانا وسكوبي دو صاحبه الاهبل قعدنا ورا، وبدانا نغيظ الزومبي ونضحك بصوت عالي على اساس ان الزومبي فاهمكم يعني. المهم ورحت نمت عند ماما، والحمد لله المره دي قمت وصحيت طبيعي وفطرت وروحت المدرسه. مش قلت لكم فيلم اجنبي اهو، قصص رعب زي ما انتوا كنتوا عايزين، هي خياليه وانا اتمنى انها تعجبكم. وانا بصراحه كنت متردده في الاول اني انزلها، بس نزلتها لاجل عيون صاحبه القصه.